أهلا وسهلا بكل متابعين مطبخ أم رامي المميز. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم بنات راح أسوي وياكم شوربة العدس. هنا مثل ما تشوفون أنا غاسلته ومنقعته، هاي الكمية مال العدس. وهنا عندي جزر، هاي الكمية مقطعته. وهنا عندنا البصل أكيد. وهنا عندي هذا العيش اللبناني مقسمته، راح تشوفوا بطريقة التقديم مالته بنهاية الفيديو، راح نخليه كتزيين على الشوربة. هسه بنات تابعوني راح نشوف شلون نجهز الشوربة. هنا راح اضيف وياكم العدس بعد ما ذبل هذا البصل، صار عندي بهالشكل، هذا البصل ذبل. راح اضيف العدس. هاي كمية العدس كلها متناها. راح ابدي احمس العدس الى ان اشوفه تطلع ريحة العدس محموص. بنات هنا مثل ما تشوفون حمس عندي العدس بهالطريقة هاي، تغير لونه، طلعت ريحة العدس. هسه راح ابدي اضيف الكركم والكمون. هذا الكركم تقريبا ملعقة واحدة، راح اضيف من الكركم ملعقة ونص. راح اضيف ايضا كمون تقريبا ملعقة صغيرة من الكمون، وابدي احمسه حمسة خفيفة. هسه بنات راح اضيف مي، تقريبا مي يعني يغطي للعدس مثل ما تشوفون. هاي الكمية كلها زينة، هاي الكمية مالت يغطي، مجرد يغطي المي العدس. هسه راح اتركه الى ان يستوي حباية العدس وارجع لكم ان شاء الله. بنات هنا مثل ما تشوفون صار عندنا بهالشكل هذا، تقريبا الحباية مالت العدس استوت. هسه راح ابدي اهرسه بهذا البلندر، هذا دائما اني اسوي بيه الشوربات. راح اقطع عليه راح تنهرس كلها هالشكل هذا. تشوفون بنات صار عندي بهالشكل هذا. شوفوا شلون انهرست العدس كله. هسه راح ابدي اضيف المي مرة ثانية. هذا كلش كافي. هنا تشوفون بنات صارت بهالشكل هذا، مجرد راح اخلطها. هسه هنا راح اضيف الجزر. هسه راح اخليها تقريبا الى ان يستوي الجزر، تشوفوها ان شاء الله بالطريقة النهائية. بنات هنا حاولوا الغطا مالتها ما اخليها هالشكل، لا لازم هالشكل، حتى لانه راح تفور عندي، فما اريد تطلع المي والسوائل مال الشوربة فوق الجدر، فراح اخليها هالشكل. مجرد ما تفور فورة فورتين بعدين انص عليها. مثل ما تشوفون هاي هنا كلها راح اشيلها، لان هاي راح تسوي طعم بالشوربة ما طيب. راح اشيلها بهالشكل هذا، احاول كلها اشيلها. بنات مثل ما تشوفون هاي شلته كله، وهسه بدت راح انصيها واغطيها. والملح اخر شي اضيف الملح، اضيف الملح والماجي. بنات مثل ما تشوفون استوت عندنا الشوربة، طفيت عليها. هنا فرقعت هذا البصل،
مثل تشوفون هاي الكمية من البصل راح اضيفه بعد ما استوت. صارت عندي بهالشكل هذا. تشوفون بنات هاي التخن مالتها. هسه ان شاء الله انتظروني بطريقة تقديم الشوربة.